السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا شيماء. النهارده هنعمل مع بعض كنافة بالقشطة زي ما انتم شايفين بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، وكمان الكنافة طعمها حلو جدا ولذيذ جدا. ان شاء الله تعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش لايك والشير والاشتراك في القناة عشان توصلكم كل وصفاتنا. هنبدأ مع بعض الفيديو. اول خطوه معايا طبعا زي ما انتم شايفين معايا هنا الكنافه. خلطتها في الكبه زي ما انتم شايفين. ممكن اقطعها بايدينا احطها في الفريزر ونقطعها زي ما انتم شايفين بالشكل ده، او ممكن نعملها في الكبه. معايا هنا كوبايه سمنه، كوبايه الا ربع سمنه بلدي. ضفت عليها معلقه لون، ودلوقتي هبدا اسخنها بحيث ان هي تبقى سايحه شويه. وهجيب الاول الكنافه واضيف عليها معلقتين كبار سكر بودره، وهقلبها فيهم كويس قوي قوي. خلاص كده سيحت السمنه زي ما انتم شايفين عشان اللون يعمل يبقى موجود فيها. شايفين اللون بدأ يظهر في الكنافه، وهبدأ ادعكها كويس قوي قوي بالسمنه بحيث ان هي تتشرب كلها كويس قوي في السمنه. الخطوه دي مهمه جدا جدا وبتعتمد عليها نجاح الكنافه بتاعتنا. انا كده خلطتها كويس قوي، شايفين مهم جدا الخطوه دي. دلوقتي عندي الصينيه هبدأ اضيف فيها السمنه، اضيف فيها سمنه كميه سمنه كويسه زي ما انتم شايفين، وهبدأ ارص فيها الكنافه. زي ما انتم شايفين انا وزعت فيها السمنه من الاطراف ومن كل مكان. هبدا اضيف الكنافه، هضيف تلتين الكنافه واسيب التلت. هوزعها بالشكل ده زي ما انتم شايفين بحيث ان هي تبقى طبقه متساويه تماما. هخلي بس الاطراف هي اللي عاليه علشان هنعملها طبعا بالقشطه. هفضل اضيف الكنافه واوزعها بالتدريج زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهنبدا نعمل الحروف بتاعه الصينيه تبقى عاليه شويه زي حروف الصينيه بتاعتنا بالشكل ده، علشان لما نضيف القشطه بتاعتنا. طبعا هضيف واضغط، كل ده انا بضيف وبضغط بايدي زي ما انتم شايفين. وبوزع الكنافه بحيث ان هي تبقى طبقه متساويه تماما، ما تبقاش مكان اعلى من مكان تاني، تبقى كلها متساويه مع بعضها. وهضغط بنفس الطريقه دي بايدي، او ممكن استخدم صينيه تانية اصغر شويه حسب رغبتنا المتوفر عندنا. شايفين انا بوزع الكنافه بالتدريج خالص، شويه صغيرين بشويه صغيرين بحيث ان هي تتوزع بشكل كويس قوي. خلاص كده انا ضفت الكنافه، بقى معايا التلت. دلوقتي هبدا اجهز القشطه بتاعتنا. هضيف كوبايتين لبن حليب زي ما انتم شايفين، 3 كوبايات لبن حليب. وهضيف عليهم 6 معالق نشا ومعلقتين دقيق. وهبدا اقلبهم على البارد بالشكل ده. بعد كده هرفعها على البوتاجاز وهستمر في التقليب زي ما انتم شايفين. هقلبها زي ما انتم شايفين بدأت قوام يتقل معايا. هي خلاص كده القشطه بتاعتي خلاص كده اتكونت. هبدأ اضيف عليها الفانيليا، وهضيف عليها كمان كوب قشطه، كوبايه قشطه. وهقلب زي ما انتم شايفين. شايفين القوام بتاعها بعد ما ضفت القشطه؟ قوام جميل جدا. طبعا القشطه بتاعت الحلويات مش بنضيف لها اي سويت، مش بنضيف لها سكر عشان طبعا احنا هنضيف الشربات. وهوزع زي ما انتم شايفين انا وزعت القشطه، وهوزع عليها باقي كميه الكنافه اللي موجوده التلت. وهبدا اغطي بالشكل ده بالتدريج زي ما انتم شايفين بحيث ان انا اغطي كل القشطه. مهم جدا ان احنا نوزعها بشكل متساوي، وكمان نغطي كل القشطه علشان ما تتحرقش مننا. وطبعا زي ما انتم شفتوا انا خليت القشطه ما توصلش خالص للاحرف بتاعه الصينيه، قفلناها خالص على القشطه.
هبدأ اضغط بالراحة كده زي ما انتم شايفين، بحيث ان انا اساوي السطح بتاعها. شايفين الصينية بقت متساوية خالص تماما زي ما انتم شايفين. دلوقتي الصينية جاهزة معايا، هبدأ اضيف لها معلقتين كبار سمنة، هوزعهم على السطح بالشكل ده بالمعلقة علشان تاخد لون جميل جدا. وهدخلها طبعا على فرن سخن لحد ما تبدأ تاخد لون معايا وتبدأ تنفصل من الحروف بتاعتها وتعمل لون زي ما انتم شايفين. دي الصينية بعد ما خرجتها من الفرن. دلوقتي هبدأ اقلبها على الوش التاني. اخدت لون جميل جدا زي ما انتم شايفين، وهقلبها على الوش التاني زي ما انتم شايفين، وهبدأ اسقيها الشربات. الشربات طبعا شربات الكنافة زي ما قلنا قبل كده بيكون قوامه تقيل زي ما انتم شايفين، ويكون في التلاجة. يفضل ان احنا نعمله من قبل بيوم. وهبدأ اوزعه على القشطة الكنافة زي ما انتم شايفين كده. هوزعه بشكل متساوي بحيث ان الكنافة كلها تشرب معانا من الشربات. اخدنا طبعا قلنا قبل كده طريقة عمل شربات بتاع الكنافة. هبقى انزلها اللينك بتاعها في التعليقات في الوصف، في صندوق الوصف. كده الكنافة بقت جاهزة معايا. وصفة حقيقي سهلة جدا وبسيطة جدا، وكمان طعمها حلو قوي قوي. وشايفين طبقة الكنافة قد ايه، طبقة القشطة قد ايه حلوة جدا، وحقيقي طعمها حلو جدا جدا. ودي كانت وصفتنا النهاردة، جربوها ويا رب تعجبكم، ومستنية تعليقاتكم. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا، ونشوفكم الفيديو الجاي.